السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخوتي وأخواتي جميعا وطابت أوقاتكم بكل خير. أحد الإخوة يسألني عن دولة الإمام سلام الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف تكون وهل هنالك قيامة مباشرة بعد دولة الإمام روحي له الفداء؟ أقول وحسب الآيات وحسب الروايات وحسب المذكور في الكتب والمناقشات والتحليلات، تقول أنه الإمام روحي له الفداء بعد أن يكون ويسيطر على العالم وتكون الكوفة عاصمة له. نعم، البعض أيضا استشكل أو استصغر مسألة الاحتياج الفعلي 10,000 جندي من غير القادة 313. نعم أخي العزيز، أنه هذا العدد هو أقل ما يحتاج للسيطرة على بقية الدول وبقية أيضا المناهضة لدولة الإمام والمعادية له. أقل ما كان يحتاج، والروايات التي ذكرت هي 10,000 إخواني. لكن نعم، كلما ازداد وكلما أخذ يفتح البلدان ويسيطر على الدول، نعم ستنضم إليه تلك الجيوش وتلك القيادات فتكون تحت سيطرته وأمرته، فسيكون لربما 20,000 أو ما شابه ذلك أو أكثر. فالقاعدة الأساسية هي 10,000 كما ذكرت بعض الروايات. زين، يبقى الإمام روحي له الفداء يبسط العدل ما بين الرعية، ينهي على مسألة عدم المعرفة، تكون هنالك معرفة بحيث يجعل يده المباركة على رؤوس المؤمنين. نعم، فتكتمل، يأتي بال28 أو 26 حرف يوجدها في هذه الأرض، وبالفعل تخرج الأرض ما كانت تضمر أو تدخر، وتنزل السماء قطرها وماءها. عند ذلك تعيش فترة زمنية يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، البعض يقول هل أنه يصبح الدين الإسلامي؟ نعم، الغالبة الحاكمة هي دولة الإمام روحي له الفداء، والدين الإسلامي مسيطر على الجميع. شلون إحنا اليوم على سبيل المثال العراق وغيرها من البلدان الإسلامية الحاكم هو الإسلام، وإن وجدت أقليات. جيد، هذه انتبهوا لها. هنالك رجعة تؤمن بها الاثنى عشرية تبعا لروايات الأئمة عليهم السلام. حينما يعيش الإمام روحي له الفداء هذه الفترة ويبسط العدل بين الناس أجمعين في العالم، هنالك رجعة للأئمة عليهم السلام، موجود للي يحب يطلع ويراجع. أيضا يبقون فترة زمنية الله أعلم بها كم يبقون وكيف تعيش الناس بعد ذلك، إلى أن الله سبحانه وتعالى يأذن بقيام الساعة وموت جميع من على الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.